عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال يا رب. اعذروني لو شكلي مبهدل شويه، بس عشان لسه جايه من الجامعه فقلت اصور الفيديو على طول. المهم ان هو حبيت ان انا كنت نزلت لكم ان انتوا تقولوا لي اسئله ان انا اعمل عليها الفيديوهات الجايه ان شاء الله. فكان من ضمن الاسئله اللي حبيت ان انا اجاوب عليها، وهي ازاي انك الفتره دي انك المفروض تكون، هل انت بتذاكر ولا هل انت بتراجع؟ يعني انت حاسس ان انت ناسي اللي فات. طيب انا هبدأ ان انا اجمع كل ده امتى؟ او اللي جاي هذاكره ازاي؟ في بتبقى لخبطه شويه. المهم ان انا قررت ان انا هزود فيديوهات شويه المره الجايه، علشان بحس ان انا اجاوب على كل حاجه، عشان ما ينفعش ان انا اطول مده الفيديو. حاسه ان انا مده الفيديو تكون صغيره خالص عشان برضو وقت المذاكره بتاعكم كده. المهم فانا حبيت ان انا اعملها زي ممكن سيريس كده، ان انتوا اسمها مثلا اسالني او جاوبت على اي حاجه. بس المهم ان هو انتوا تكتبوا لي اسئله ان انا احس ان انا اجاوب لكم عليها. لو ما لقيتش اسئله فمش هعمل فيديوهات. لو لقيت اسئله بتاعتكم كتير وكده فاعمل لها ان شاء الله فيديوهات، وممكن يكون مثلا فيديوهين في الاسبوع او 3 على حسب اللي انتوا عاوزينه او حسب اللي انتوا هتقولوه. المهم عشان ما اطولش عليكم، بالنسبه للفتره دي انت المفروض تكون، احنا خلاص في اخر 12، المفروض ان انت تكون مخلص ايه او هتبدا تعمل في ايه، او يعني بالنسبه للمذاكره. بصوا يا شباب، بالنسبه احنا في اخر 12 وخلاص داخلين على اجازه نص السنه، وانتوا كلكم بتاخدوا معظم الناس بتاخد يعني اجازه اسبوعين بياخدوا من الدروس، مدرسين بيدوهم مع اجازه نص السنه عادي. طيب انت هتعمل ايه بالنسبه لو انت لسه ما خدتش الاجازه؟ فانت بتخلص عادي اللي معاهم ماشي طبيعي، اللي انت بتذاكره وبتحل عليه ومستقر فيه لازم تفرمه. ما تبداش ان انت ترجع على القديم وانت الجديد اللي انت بتاخده مش احسن حاجه فيه. خليك كويس فيه وحل معاه، وده اهم حاجه ان انت تخلصه الاول اللي هو الجديد اللي انت بتاخده. طيب بالنسبه للقديم اعمل فيه ايه؟ انا ناسيه. بصوا يا جماعه، ده طبيعي. ده طبيعي ان انت دلوقتي تكون ناسي اللي انت خدته في اول السنه. طبيعي ان انت اول باب كيمياء ده تكون ممسوح من دماغك، تاني باب تكون اكيد لازم ممسوح من دماغك خالص. ده طبيعي يا جماعه، فمحدش يقلق او حد يخاف او يحس ان هو متضايق. ده طبيعي جدا. تمام. طب هتعمل ايه؟ بص، هنبدأ فترة المراجعة. هتكلم عن لو انت شخص مثلا شفت الفيديو في خلاص اجازة نص السنة وبدأت ان انت خلاص هتراجع، او لو انت برضو شخص لسه نازل الفيديو دلوقتي وخدت بتاخد لسه جديد ولسه ما خدتش الاجازة. هتعمل ايه بالنسبة للمراجعة؟ في حاجة كويسة انا كنت عملتها، او انا فكرت ان انا كنت اعملها وشفتها كويسة، كل ما حد بيسألني بقول له انا عملت كذا كذا. طيب هتعمل ايه؟ بص، انا مثلا كنت بحل في معظم المواد في اول السنة في كتاب واحد. تمام. فبدأت في معظم المواد، مش كل المواد، لا بصراحة كان في مواد كنت جايبة فيها كتابين، في مواد بس معظمها كنت جايبة مثلا كتاب. فجيت مثلا على الفترة اللي انا عايزة، لا انا عايزة ابدأ اراجع. عملت ايه؟ قلت استغل الحكايه ان انا كنت عايزه احل كتاب تاني مش هو كتاب واحد. وبدات ان انا اجيب مثلا كتاب تاني، زي مثلا كنت في الامتحان جايباه في الكيمياء، فاما كنت عايزه اراجع. طب انا عايزه اراجع دلوقتي هعمل ايه؟ بدات ان انا جبت كتاب كان موسوعه تقريبا، ساعتها جبت الموسوعه ان انا احل منه. تمام. وبدات ان انا اجيب اول باب، الحمد لله، وكأني لسه كنت هبدأ فيه. مش فاكرة حاجة خالص فيه تقريبا. ممكن فاكرة الباب بيتكلم عن ايه، ان هو مثلا باب كان اول عن العناصر الانتقالية وكده ومش عارفة ايه، وكان في النص التاني بتاعه بيتكلم عن الحديد. فبدأت ان انا اجيب الدرس. طيب ابدأ ايه؟ هقراه ولا هذاكره من اول وجديد ولا هعمل ايه؟ يعني مش فاهم. بص، بدأت ان انا جبت مثلا حد كان بيراجع، مدرس من على اليوتيوب السنين اللي قبلها، لاني هو دلوقتي طبعا مفيش مراجعات نزلت لسه الناس مدرسين ما بداش ما يراجعوا ينزلوا مراجعات. فجبت المراجعات، خليت مثلا المدرس ان هو بيبدا ان هو يراجع من السنه اللي فاتت، وقعدت معاه وسمعت المراجعه بتاعته
وبدات اقرا الدرس من اول وجديد وكاني لسه معرفش عنه كلمه. وبعد قعدت اقرا مثلا النوتس اللي انا بكون كاتباها او الحاجات اللي انا كاتباها. زي مثلا انت كنت جايب كاتب مثلا حاجات تانية في كشكول تاني، بدات ان انا اقراها تاني. لو مثلا كتاب الحل انا كنت كاتبه عليه حاجات، بدات ان انا اقراها. خلصت مراجعته او ابدا بقى ان انا احل من الكتاب الجديد. ممكن في الاول بلاقي صعوبه في الحل، اني لسه انا برضو مش حاسه ان انا ماسكه الدرس قوي. بدات مع كل ماده كده، في كل ماده جبت كتاب تاني ان انا ابدا ان انا اذاكر منه او اراجع منه. وكان في حاجه برضو عملتها، وهي كانت كنت انا رخمه وبعدين جبت كان في بصراحه منصه كنت ان انا بدات شفت من عليها اسئله، وشفت من عليها كان مدرسين بدأوا ان هم يعملوا مراجعات وحاجات. لو حابين انا كنت اقول لكم يعني اكلمكم عن المنصه دي، بس دي اول مره اتكلم عنها يعني انا كنت عملتها. اكتبوا لي تحت وممكن ابقى اتكلم عنها بعدين، بس عشان بس مده الفيديو. بس فهي دي كانت ملخص الحلقه، ان هو ازاي انا بدات ان انا اراجع في كل ماده. جبت كتاب تاني وقعدت ان انا اخلص فيه واخلص منه الحاجات اللي انا كنت عايزه اذاكر فيها. بس بس يا جماعه ده كان اول فيديو اللي هو ازاي بقى الاسئله اللي انتوا بتبعتوها. بس وان شاء الله اقابلكم في حلقه جديده. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.